أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص أكتر في مفهوم الجريت أو الصلابة النفسية، وهنعتمد بشكل كبير على الأفكار اللي في كتاب أنجيلا داكورث. جريت The Power of Passion and Perseverance. تمام؟ الكتاب ده فعلا بيقدم رؤية مختلفة شوية. بيقول إن الشغف والمثابرة، يعني الاستمرارية دي، ممكن تكون أهم بكتير من الموهبة اللي بنتولد بيها. لو بنتكلم عن النجاح، يعني النجاح اللي بيكمل. بالظبط، وهنشوف هي إزاي بتدعم كلامها ده بأبحاث وقصص واقعية. امم يبقى خلينا نفهم كده إيه هي الصلابة دي بالظبط، والأهم هل نقدر نكتسبها؟ ممكن نبدأ بالمؤلفة نفسها، يعني أنجيلا داكورث. الغريب إنها خدت منحة كبيرة بيسموها منحة العبقرية من ماكارثر، دي مفارقة فعلا. وهي نفسها بتقول إن محدش كان شايفها عبقرية زمان، والأغرب إن أبحاثها أصلاً بتشكك في أهمية العبقرية دي. بالظبط كده. أبحاثها اللي نالت عليها الجايزة دي بتؤكد إن إنجازاتنا في الحياة مرتبطة أكتر يعني بشغفنا ومثابرتنا، مش بقدراتنا الأولية وخلاص. وده يخلينا نسأل، طيب إيه الفرق يعني بين الصلابة والموهبة؟ سؤال مهم فعلاً. الكتاب بيقدم أمثلة كتير، يمكن أشهرها المثال بتاع الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت. المثال ده قوي جدا. في ويست بوينت القبول صعب قوي. بيختاروا الطلبة بناء على مقياس معقد كده اسمه Whole Candidate Score. امم ده بقى بيجمع درجات واختبارات قدرات ولياقة بدنية وقدرات قيادية، يعني بيختاروا اللي بنقول عليهم على الفرازة. تمام. لكن داكورث لاحظت حاجة. المقياس ده بكل دقته مقدرش يتنبأ بمين من الطلبة دول هيقدر يستحمل ويكمل تحديداً فترة التدريب الأولية الصعبة جداً اللي اسمها بيست باركس، ومين اللي هينسحب بدري. غريبة، طب إيه اللي قدر يتنبأ بده؟ اللي قدر يتنبأ بشكل أحسن كان مقياس بسيط، هي اللي عملته، اسمه جريت سكيل أو مقياس الصلابة. وإيه اللي بيقيسوا المقياس ده؟ ببساطة شديدة بيسأل أسئلة عن مدى التزام الشخص بأهدافه طويلة المدى. هل بيقدر يكمل رغم الصعوبات والإحباط؟ هل اهتماماته ثابتة ولا بتتغير بسرعة؟ الطلبة اللي جابوا درجات أعلى في المقياس ده، الجريد سكيل، كان هم اللي بيكملوا في ويست بوينت، بغض النظر حتى لو الهول كانديديت سكور بتاعهم ما كانش الأعلى. ياه، يعني الموهبة لوحدها مش كافية خالص وقت الجد. أبداً. وهنا بقى بتيجي فكرة تانية مهمة في الكتاب، إن المجهود ليه وزن مضاعف، بيتحسب مرتين. إزاي ده؟ آه دي نقطة ممكن تلخبط شوية بس هي جوهرية. دوكورث بتقول الموهبة ممكن تخليك تتعلم المهارة أسرع شوية من غيرك، ماشي، لكن المجهود بيعمل حاجتين مهمين. أول حاجة هو اللي بيبني المهارة دي أصلاً بالتمرين والممارسة. تمام؟ وتاني حاجة هو اللي بيخلي المهارة دي تترجم لإنجاز حقيقي، لإنتاجية. يعني ممكن حد يكون موهوب جدا، بس لو ما بذلش مجهود عشان يطبق الموهبة دي وينتج بيها، هتفضل الموهبة دي مجرد إمكانية مش متحققة. فهمت. يعني المجهود بيبني المهارة، وكمان بيخلي المهارة دي تظهر في شكل شغل وإنجاز. بالظبط كده. المجهود في المهارة بيساوي الإنجاز، عشان كده المجهود بيتحسب مرتين. أوكي، طيب ده وصلنا للسؤال الأهم بقى. لو الصلابة دي هي الأهم، هل دي حاجة ممكن نكتسبها وننميها، ولا دي برضو سمة ثابتة زي ما كنا بنفتكر الموهبة؟ لا، هنا الأخبار الكويسة. داكورث بتقول إنها قابلة للتنمية، بتكبر معانا، وهي بتحدد 4 عناصر نفسية أساسية ممكن نشتغل عليها عشان ننمي الصلابة دي. إيه هما الأربعة دول؟ أول حاجة الاهتمام، يعني الشغف. بس هي بتقول الشغف ده مش لحظة اكتشاف مفاجأة زي الأفلام، لا، هو بيبدأ بإنك تكون مستمتع فعلا باللي بتعمله، وبعدين تفضل تستكشف وتتعمق في الاهتمام ده فيكبر معاك. يعني البداية ممكن تكون مجرد فضول أو استمتاع بسيط بحاجة معينة، ومع الوقت والتركيز يتحول لشغف. تماما. تاني حاجة الممارسة، وهنا بتقصد نوع معين جدا اسمه التمرين المتعمد أو deliberate practice، وده الجزء اللي مش سهل. ده اللي قريت عنه إنه مش مجرد تكرار وخلاص. لا خالص. ده لازم يكون تمرين مركز جدا، يعني تحدد نقطة ضعف معينة عايز تحسنها، تحط هدف يكون صعب شوية بس ممكن تحققه، تركز تركيز كامل وانت بتتمرن، وكمان تطلب نقاد يعني فيدباك وتتعلم من الأخطاء، وتكرر ده كتير قوي. العملية دي مرهقة صح؟ ومش شرط تكون ممتعة. بالظبط. هي نفسها حكت عن نفسها إنها كانت بتجري كل يوم بنفس الطريقة،
ومستواها ما كانش بيتحسن لحد ما فهمت وبدأت تطبق مبادئ التمرين المتعمد ده. ساعتها بس بدأت تتطور. هو ده اللي بيصنع الفرق. تمام. العنصر التالت إيه؟ تالتاً، الهدف أو المعنى. إنك تحس إن المجهود اللي بتبذله ده ليه معنى أكبر منك، إنه بيخدم هدف أسمى أو بيساعد ناس تانية. الإحساس بالمعنى ده بيدي دافع قوي جدا للاستمرار، خصوصا لما الأمور بتبقى صعبة. ده منطقي جدا، بيخلي للتعب قيمة. صحيح. ورابعا وأخيرا، الأمل. بس مش أي أمل، مش تفاؤل ساذج كده وخلاص. أمال إيه نوع من الأمل؟ الأمل اللي مبني على اللي كارول دويك سميته عقلية النمو أو الجروث مايند سيت. بتاعت إن الواحد يقدر يتطور ويتعلم. بالظبط. الإيمان ده، الإيمان العميق بإنك تقدر تتحسن بالمجهود والتعلم، وإن الفشل مش نهاية الطريق، لا، دي فرصة تتعلم منها وتقوم تاني أقوى. ده عكس الفيكسد مايند سيت اللي بتشوف القدرات كأنها شيء ثابت ومحسوم من الأول. الأمل هنا هو اللي بيخليك تحاول تاني وتالت بعد ما تقع. يعني الأربع مكونات دول: الاهتمام اللي بيتطور، والممارسة المركزة المتعمدة، والإحساس بالهدف والمعنى، والأمل المبني على عقلية النمو، هم دول اللي بيكونوا الصلابة النفسية. بالظبط كده. وهي كلها حاجات ممكن تتنمى وتكبر معانا بالممارسة والوعي. الصلابة مش سر غامض، هي نتاج الحاجات دي كلها مع بعض. وده بيوصلنا لنقطة أخيرة ممكن نختم بيها وتخلينا نفكر. الفيلسوف نيتشه كان ليه ملاحظة زمان عن ليه إحنا كبشر بنميل قوي لتمجيد فكرة العبقرية والموهبة الفطرية. نقطة مثيرة للتفكير دي. هو بيقول إيه؟ بيقول إننا بنحب نفسر النجاحات الكبيرة بإنها نتيجة عبقرية أو سحر أو موهبة ربانية، عشان ده بيعفينا من المقارنة المؤلمة. يعني لو الشخص ده نجح عشان هو عبقري، يبقى أنا مش مطالب أبذل نفس المجهود الضخم اللي هو بذله، كأننا بنلاقي مبرر لعدم المحاولة بنفس القوة. امم ودي فعلا نقطة تستحق نتأمل فيها. هل تركيزنا الزايد على الموهبة الفطرية ده هو في جزء منه ممكن يكون طريقة نهرب بيها؟ نهرب من حقيقة إن النجاح الكبير غالبا محتاج شغل كتير قوي ومثابرة وشغف ومجهود ممكن يكون صعب ومحتاج صبر؟ هل بنستخدم كلمة موهبة كغطاء عشان ما نواجهش مسؤولية السعي الحقيقي؟ سؤال مهم فعلا، ويستحق كل واحد فينا يفكر فيه.